برحب بالأستاذ الكبير محمد طاهر الجزار، الشاعر الكبير الشاعر المتميز في العين، وبنرحب بكل الإخوة الحضور. هذا الحضور العنيف جدا، الحضور النوعي الكبير الذي يتكاثر من كافة أنحاء الإمارات تقريبا إلى هذا المساء الجميل المتألق المتأنق بأستاذنا الكبير الأستاذ محمد طاهر الجزار. وحقيقة يعني أنا في غاية السعادة وغاية الفرح الحقيقي، وأظن أن هذا هو شعور كل الناس بهذا المساء الجميل الذي يزينه أستاذنا الكبير. وهذا هو وجدان السودانيين جميعا، هذا هو حلم السودانيين جميعا. ولو أننا تركنا للسودان وجدان الشاعر فقط لعمت مشاعر الوحدة ولعمت السلام ولعمت كل الأواصر هذا الوطن الذي كنت تربطنا بالأستاذ الجزار حقيقة وتربط كل السودان، وهو يعني كسائر شعرائنا الكبار في هذا الوطن الكبير عشقوا هذا التراب، عشقوا هذا البلد من شماله من غربه من جنوبه من شماله من وسطه. تعطرت أنفاسهم بترابه وبسمائه وبأرضه وبنيله. وشعر الأستاذ الكبير الجزار هذا حقيقة عبور كبير جدا. الهرم هو الأستاذ الجزار، الهرم الآخر هو أستاذنا الدكتور محمد بادي الذي يستضيفنا بكرم شديد في داره العامرة، وهي دار كل السودانيين مثل ما هو شاعر كل السودانيين، ومثل ما أستاذنا الكبير الجزار هو أيضا شاعر كل السودانيين. لا بد لنا في هذا المقام أيضا أن نحيي البلد الذي استضافنا بكرم شديد، نحيي الإمارات العربية المتحدة التي تحتفل بعيدها ال 42. لا بد لنا من تحية وإجلال وتقدير لها ولقيادتها ولشعبها الجميل الكريم. هذا الحضور إن شاء الله هو حضور ملتف حول الشاعر الكبير، وهي أقرب إلى جلسة استماع. يعني لن يجلس الشاعر هنا ثم يلقي عليكم الشعر، لكنكم ستشاركونه كل كلمة كل عبارة كل بيت من الأبيات التي نحفظها جميعا. هي أقرب إلى الانتراكشن، هكذا هي. والشاعر الآن بين أيدينا ونشكره شكرا جزيلا على أنه جاء إلى هذا المكان رغم ضيق وقته، فقد خصص لنا، نحن هنا تشابه خصص لنا وقتا ثمينا من وقته الغالي. مرحبا بكم جميعا، مرحبا بالأستاذ الكبير الأستاذ محمد طاهر الجزار، ومرحبا أيضا بالأخ الكبير الأستاذ الدكتور محمد بادي الذي يستضيفنا الآن في داره. تفضل أستاذ الجزار، ماذا تريد أن تقول لناسك وأهلك؟